نوض معايا خويا ولا اختي غدا ولا بعدو ولا اسبوع كاع ولا عام كاع غادي يتسلط عليك، ضروري ما يتسلط عليك واحد الشخص اللي غادي يظلمك. وهاد المساله هادي عاديه جدا، خصك تقبلها وتوجد ليها، لان حنا راه ما كاينينش في الجنه، راه كاينين في الدنيا. اغلبيه ديال الناس ان السبب الحقيقي ديالهم علاش كينتحروا هو ضغط نفسي. ضغط نفسي، انت كتعرف شي ولد جيرانكم ولا بنت جيرانكم غدا تا كتسمعوا انتحر وكتعجب انت. وكاين عاوتاني واحد السبب اللي هو التراكمات الاجتماعيه، يعني الناس اللي دايرين بيك. يعني كيكون واحد الشخص معين اللي هو شيطان بصفه انسان، تيقول لك شوف انا نعطيك واحد الحل اللي هو اخويا، الحل الوحيد اللي هو سير اخويا انتحر، هنينا وهني البشريه معك. والسؤال المطروح هنا هو كيفاش غادي نتصرفوا مع الضغوطات النفسيه. هنا غادي تطرح على راسك واحد السؤال اللي هو غبي بزاف واللي ما عنده لا ساس لا راس. يعني الى والدينا ما عاونوناش، الى اصدقاء ديالنا ما عاونوناش، الى هذا ما عاوناش، الى هذا. هنا الا كنتي كتفكر بزاف وكطرح بزاف راسك على التساؤلات هادو، فهو انا خويا غنقول لك خصك طبيب نفساني. عاوتاني غادي تدور وغتقول لي عاوتاني نفس السؤال، يعني الا ما عنديش الفلوس باش غنمشي عند الطبيب النفساني، سيدي نمشيو معاك حنا في. ودابا غادي نشوفوا بعض النصائح اللي غادي نعطيكم في هذا الفيديو هذا. والنصيحه اللي غنعطيك اخويا ولا اختي في هذا الفيديو هذا هو ان القرار ديال الانتحار راه ما غيدخل لك فيه حتى واحد. القرار كيبقى كيرجع لك انت، المسؤول الوحيد في الانتحار هو انت. يعني انت اللي غادي تتحمل مسؤوليتك، يعني حتى واحد ما غيدخل لك في هذا القرار هذا. ما تنساش ان هذا القرار هذا كتبعه واحد التبعات اللي انت ما كتبقاش ديال راسك مور الانتحار. كتخلي عائلتك، كتخلي صحابك، كتخلي الناس اللي عزازين عليك، يعني انك كضرب كلشي في الزيرو. ولكن العنصر الاساسي من هادشي كاملو، ركز معايا، العنصر الاساسي في هادشي كاملو اللي غياخد الدقه ديال بصح اللي هما والديك. والديك غادي يدخلوا في واحد تراكمات، يعني واحد الضغط نفسي اكثر من هذاك انت اللي كنتي فيه مور ما تنتحر. وهاد المساله هادي ديال الانتحار بالنسبه ليا انا كنعتبرها لا اخلاقيه. وندخلوا معاك سيدي في العبال ديالك، بشحال نعيشوا كاع في هاد الدنيا هادي، 70 سنه 60 سنه 50 سنه، يعني راه حتى واحد ما عالم بغير الله. واجي نشوفوا دابا الاغلبيه ديال الناس اللي كينتحروا، السن ديالهم اللي كينتحروا، الاغلبيه ديال الناس كتكون العمر ديالهم ما بين 17 سنه حتى ل 26 سنه. في هاد السن بالضبط كتكون واحد التكوين ديال الشخصيه، يعني الا ما تصارعتيش مع التكوين هذا ديالك يعني غادي تفكر في هاد الويل هذا. واللي منهم ايضا استهزاء والحقره، وخصوصا من الناس اللي دايرين بيك والاقارب، من بعض الاشخاص اللي كيجيوك، يعني اللي خليني. وهنا انت كترسم واحد المخطط ديالك يعني في حياتك، يعني باغي تحققه. وكيكونوا واحد الاشخاص اللي هما مجهولين، يعني كيقولوا ويلي كيفاش هذا يعني داير شي حاجه حنا خصنا نعرفوها. وهنا هذوك الاشخاص ما كيجيوش كيسولوك انت اشنو كدير، لا، كيمشيو كيسولوا مثلا باك ولا امك ولا خوك ولا اختك اشنو كيدير. وهنا خويا ولا اختي بركه انك تعرف راسك غير انت اشنو باغي. يعني الا كنتي مع الناس انك كتجاهلهم ما كتسوقش ليهم، يعني كما كنقولوا بالعربيه تعرفت انك كتنخلهم، راه كون متيقن بانك والله تتوصل لداكشي اللي بغيتي وغتحقق داكشي اللي بغيتيه انت، ماشي اللي بغاه واحد اخر. واخيرا هادشي كامل الا قدرتي انك تصارع مع هاد الناس يعني وتغلب من هاد الاكتئاب ومن هادشي كامل اللي قلناه، من هنا لواحد 5 سنين ولا كاع 6 سنين غادي تفكر وتقول ويلي كيفاش كنت انا كنفكر، كيفاش وليت، شوف كي كنت وشوف كي وليت. يعني بزاف ديال الناس الا جينا نبحثوا ونشوفوا الناس اللي واصلين، يعني راه كانوا كيفكروا في هذه القضيه. يعني غادي تشوفهم، يعني الا بحثتي وتشوف كي كانوا
وغادي تشوف عاوتاني كيولاو، يعني انهم قدروا انهم يتغلبوا على هادشي كامل اللي قلنا. النصيحه اللي نقدر نقول اي شاب ولا اي شابه كما كانت، يعني ما عمرك تفكر في هاد الولاده ديال الانتحار، لان هاد الوسيله هادي يعني في الاخير ديالها يعني انت مشيتي، يعني مشيتي، ولكن الناس غادي يقولوها فيك خايبه. يعني كنتي في قبرك غيقولوها فيك خايبه، كنتي لهيه يعني ربي ما غيسمح لكش عليها. وهادشي اللي كان الاخوان في هذا الفيديو هذا. ما تنساوش انكم ديروا لنا شي سبسكرايب وشي كومونتير اللي عجبو الفيديو، باش اننا نوصلوا 1000 ابوني في اقرب وقت ممكن. واللي عجبو الموضوع يدير جيم، والله يعاونكم.